محمد كمال محمد الجبالي، الأصل من منطقة البيضاء الشرق. انتقلت لطرابلس في 98 ليومنا هذا، طبعا لل 2012. طبعا الوضع زي ما شفتوا مدينة قديمة بالاسم مدينة قديمة وبالاسم أتار، وهي عبارة عن خرابات، يعني ما فيش حوش يعني واقف زي ما بنوه أهلها. فما الناس تعاني هلبة هنا. مشاكل كلها مشاكل سكن، مشاكل سكن غير صحي، ما فيش مية، مشكلة القمامة هي ملهاش حل بكل. نعانوا من الأفارقة، هي أكثر معاناتنا منهم هم. قديش لك سنة أنت؟ تواني من 98 يعني. والحوش اللي ساكن فيه يعني؟ هذا ساكن فيه يعني تقدر تقول من 2000. لا الحوش ده حوش شاريه أنت ولا كيف؟ والله ايش بنقول لك، شراها الوالد الله يرحمه. اما الفترة اللي صارت فيها تصريفها بتاع ال $500 شراها من واحد اسمه عمورة شقلب، صرف ال 500 من هنا واعطاه باش يعطونا. طبعا ما كان شيكي، هو كان الجزء الفوقي بس، عبارة عن شنو؟ عبارة عن دار وكوجينة وحمام، 8 أشخاص، وفي الدور الثاني يعني لا تقدر تصين وما تقدرش يعني. محصور في زي ما نقولوا احنا بالليبي كحك الطن. الاب وصغاره وثمانية افراد، ما فيش نفس. اني كنت نطلع صبح نروح في الليل باش ما نضيقش اهل الحوش، فهمت؟ لان حشاك يعني بتخش الحمام بتتعرق وبتغسل، وفي بنويت في الحوش ضروري يقعدوا بحريتهم. المشكله طبعا مشكلتنا كانت في المشروع، حاميها حراميها لا تقدر تصين. وطبعا كانوا عندهم كل شيء، عندهم المعدات كلها، بتجي بتصين ما في صيانه، هذه دوتهم، بتجي تصين ما في صيانه. منين وصلنا هيك قاعد الواحد يصين في مجهود شخصي. يعني انت مثلا معك 500 600 دينار ما يديروا لك شيء، بتقعد كل شهر تصين بشويه على اساس اني نظام ترقيع. طبعا سقوفتنا احنا شربه، ضروري نديروها في شربه على خاطر القطر، فهمت؟ سقف تلقاه ب 8 متر وطولها 6 متر واقل حاجه 6 في 3، بدي لها شربه بدي لها موضوع، فهمت؟ كل شيء هيك نفس البرنامج، قشر ودير شربه قشر ودير شربه. الحوش غير صحي بالمره، يقطر من جميع التراكين، فهمت؟ المية تصب فوق الحياة تنزل هنا في السقيفة هي اللي قدامك، فهمت؟ في الأحداث عانينا هلبة. طبعا جو المرتزقة بتاع الكتايب زادوا الضغط على الناس هنا. نين ربك صرنا في شهر رمضان ولقاعد توا ما تغير شيء، المشروع زي ما هو، يعني نقولوا الفضل لله عز وجل. وبعدين المجلس العسكري كيف فقنا ان الناس هي ناس حرامية، الميزانية اللي تخش ما عادش تطلع، صيانة ما فيش صيانة. أنت تو الحوش قديش في غرفة؟ الحوش الأرضي 3 غرف نستعمله في اللي قدامك هي بس، اللي وراك هي غرفة واحدة من 3، والفوقي 3 غرف نستعمله في غرفة واحدة. يعني احنا تو عايشين في نفس حوش، نفس أي للسقوط وني برا حيوط كلهم طيحات، ما فيش ما ترقع تراب، فهمت كيف؟ يبي إزالة وبني من جديد. هذا لو الدولة بتعاوننا وبتساعدنا وبدر لنا حل، ويعني نقدر نوريك حياش أشر مني أنا يعني تقول ها 40% صالح انك تسكن، فهمت؟ طبعا الحوش الشتي اللي برا عاد الله في حوشنا يعني الداخل، فهمت؟ سقوفه كلهم يقطروا. حوش عباره عن 6 7 ديار ساكنين في 2 ديار، هذه اللي قدرت نصينهم، فهمت؟ دار في الدار الارضي ودار في الدور الفوقي. ومشكلتنا ما لهاش حل، اشكينا للناس اللي توا شاده مناصب لا حياه لمن تنادي، مشينا الوزاره لا حياه لمن تنادي. فقعدنا مجهود ذاتي توا وقفت المشروع المدينه القديمه، وعلى اساس مشروع كان هو اختصاصه انه يصين كل سنه المنازل هي، على اساس انها هي منظمه يعني مباني تاريخيه زي ما غيروا اسمها. قبل كان مشروع المدينه القديمه، توا مسمينها جهاز اداره المدن التاريخيه، على اساس كل سنه يصين. اكتشفنا مؤخرا ملاش اسبوعين ان حاميها حراميها، من المدير من فوق لاصغر موظف في العقارات. تبي تنهي اجراءاتك ضروري تدفع، ضروري مرشوه، تبي تصين ضروري تعدي معرفه ومن واحد لواحد باش يطلع، مش يصينوا لك ما يمدوك بشيء هم. صين برا طيح انت اخر رايه، فهمت معاه؟ انا تو مع مشروع مدينه قديمه اني نطيح وهم يمدوني بالمواد، ما عدا الله ما صار شيء، فما ما عنديش جهد انا باش نبني، ما فيش ضمان. اني لو طيحت بنقعد في الشارع، تعرف لو مسيت الحوش بنقعد في الشارع. اول حاجه سيسان نص متر اساس تراب، عباره عن تراب، ما فيش عرص الحوش، واقف فك سيسان في سيسان، فهمت؟ حوش عمره 100 سنه، يبي ازاله مش يبي ترميم، ما عادش ينفع فيه ترميم لانه طايح. انا عندي حوش قدام قوس قدام الحوش برا، لو طاح القوس هو صفت حواش كلهم بيجبدهم معاه، فهمت؟ يعتبروا الحياش حمام متكيات مركونات عليه هو، في حالة طاح وهو مشقق وبيطيح اشتيه هو مش حيفوته، فهمت؟ لو طاح القوس هو صفة تامة للجامع حيطيحوا، فهمت؟ حوش بجرة حوش.
فمعاناتنا هني ملاش حل. دوينا، عيطنا، اعتصمنا، طلعنا ميدان الشهداء، فما فهمت كيف؟ ما عادش لقينا حل. فهي الشكوى لغير الله مدلة، فهمت كيف؟ وما وصلناش الحل في نفس الوقت. يعني بارك الله في المجلس العسكري ان الشيخ سخر ناس باش تجي تصور وتشوف معاناة الناس، فهمت؟ في ناس مشكلتها اكثر مني، في اللي ما عندهاش حوش، في اللي حوشه طايع ساكن في ربع دار، في اللي ساكن في نص دار. أنا عندي سيسان طيحات، لا قدرت، لا عندي قدرة إني نطلع ولا عندي قدرة إني نبني. معاشي 500 جنيه من اللجنة الأمنية بالأربع شهور ما نخلصوش، فهمت؟ هي مش تقصير من الوزارة، لكن بلاد كيف تبدأ الدولة، فهمت؟ ما نبوش نضغطوا احنا أفراد اللجنة الأمنية على الدولة أكثر من هيك، أصل الدولة فيها اللي كفيها، فهمت؟ ومشكلتنا احنا تفاقمت، توا جانا شتاء وكان خش عليه الصيف وبالحالة يحياشنا بيطيحوا، فحل ما لقيناش حل. وبشوفة عينكم زي توا حوش طايح، عايش في زوز ديار، 8 اشخاص في زوز ديار، امي واربعه بنويت 3 وانا وعوالتي وزوز بنويت فوق. فموضوع مزري، السقف لوح مكسر كله، مدل رافده من اللوطه بمراتك ولوح فرشه باش ما يطيحش عليا. وزارة السياحة كان بالنسبة للعهد اللي فات ما عندنا لها جهد، الدولة ما عندنا لها جهد بكل، وتوا على أساس عندنا لها جهد ونصرنا في ثورة 17 فبراير الحمد لله، ما لقينا لهاش حل، ما لقينا لهاش حل. اليوم غدوة، اليوم غدوة، اليوم غدوة، من الصيف اللي فات، اليوم غدوة من رمضان اللي فاتك، اليوم غدوة، اليوم غدوة، منين لقيناها الناس ما فيش فايدة فيها بكل، ما فيش فايدة. البنية التحتية بتاع المال، البنية التحتية، الصرف الصحي أكثر من الصرف الصحي ما فيش حاجة، طبوات المية متهرية، الصرف الصحي متهري، ممكن زنقة بتاعتنا هي ممكن خدمينها توا، ومش كلها هيك نفس الخدمة، فهمت؟ يوم مسكرة ويوم يجيبوا مصريين يصرحوها، والعامل بحقها هنا في طرابلس لا في لا مدايرين لهم تسعيرة معينة، فهمت؟ يجي العامل يطلب بال100 بال150 جنيه في خدمة ما تاخذش ربع ساعة، أنت مضطر بتخدم غصبا عنك، فهمت؟ وشوفت عينك الحوش تو نديروا فيه جولة تو نوريك سيسان طايحة، ما عنديش ليها جهد ولا عندي ليها قدرة. ومشينا للمشروع، المشروع لا حياة لمن تنادي، الناس اللي فيه قلوبها ميتة، ناس من النظام اللي فات، نفس القانون، نفس التفكير، نفس الإجراءات، ما تغير شيء. ضروري تبي معرفة باش ينهي لك، لأني عقد حوش ما عنديش، عقد باش نخلص الدولة ما عنديش، ما بوش يديروا لي، شنو السبب مش معروف. من الناحية الصحية لعائلتك شو مسبب لك الهواش؟ الشتاء طبعا أمراضنا هي ما تتمش بالنسبة للبرد والزكمة والأمراض هي العادية. أنا عندي بنتي مسكومة من بداية الشتاء، من بداية الشتاء لنهاية الشتاء، وأصغالي يعني مسكومين، عمرها سنة ونص، فهمت؟ الأهلي كلهم مكي، الشتاء هذا خذها بردة، خذها صقع رسمي، حوشنا تقول ساكن في الشارع. أمراضنا ما تتمش، كلها بردة زكمة، كل يوم ماشي الدكتور 24 ساعة ماشيين جايين، فهمت؟ أطفالنا مرضى، عندي أمي برد ساكن في ركبها، فهمت؟ عيونها ما عادش تشبع باهي من الحالة الصحية اللي هنا. المجاري شو بنقول لك، الصرف الصحي سيء جدا، سيء جدا. أنت باش تطلع الفضلات من الحوش هذه تبي لها قصة ثانية بروحها. سقوفة الحوش اللوح يطلعوا في حشرات، يطلعوا في الخنفوس، ويطلعوا في حاجة صغيرة هيك زي البرغوث، فهمت؟ بهق والحاجات هيا ما قدرتش نقضي عليها، جربنا جير، جربنا الزواق، جربنا النار، في التعب بنحرق الحوش ما عادش لقيت له حل. صيفنا صيف وشتانا شتاء. الصيف درجة الحرارة داخل الحوش أعرف من اللي برا، الحيوط يعكسوا في الحرارة، ما فهمتش كيف أنا، يخزنوا فيها في النهار وحرارة النهار يعكسوا فيها في الليل، فهمت؟ كان ما تديرش مكيف في الحوش ميت أنت في الليل، بتموت من الرطوبة ومن حرارة الحوش، تمام؟ الصيف بروحها مشي في حالها، وقش الشتاء، الشتاء هذا استعداد تام، عندك سقوفة يبوا قطرمينة ويبوا خدمة، كان عندك سقف بتنهاي هذا عرس ب 4-5 آلاف جنيه، كان عندك باي وكان ما عندكش بتقشر من فوق وبتدير شربة من جديد. المؤتمر الوطني العام بنوجه له رسالة، يشوفوا الناس
الناس راي تعبت في عهد الطاغية بداية السنة الأخيرة فترة الأحداث. أنا متأكد لو يطلع أي واحد من المؤتمر الوطني، واحد أي عضو يسمع بالمدينة القديمة وربي يلهم هيك النادي يدير دورها في المدينة القديمة، ويجينا احنا نوروه عايشين حشاك في مكب كنايس. يعني تطلع كناسة، تمشي هيك تلقى كناسة، تطلع هيك تلقى فضلات عيانة، مشاكل ما تتمش. فهمت؟ احنا في الشتاء تصب مطرح وقنية سيل يخطم من قدام حوشي. الأرضية بتتنجرف شوية نلقى روحنا في الشارع، نوض في يوم نلقى حوشنا في راس الزنقة جرفات المية بصدق والله. فهمت؟ فما لقيناش حل، خطبنا المؤتمر الوطني، اعتصمنا في ميدان الشهداء، عيطنا يا ناس زودوا، دوينا في الراديو، ما فيش واحد مهتم. فهمت؟ يجوا وياخذوا منك دواء، جيت الصحافة أكثر من مرة لكن ما فيش شكون مهتم بكل، ما فيش شكون مش في ليبيا تقول احنا عايشين في وغدوغو ولا مش عارف وين. بعد حكاية محمد ومعاناته المأساوية تبقى أسئلة تلوح في الأفق. هل ستبقى هذه المعاناة مرافقة لهؤلاء الأطفال في مستقبلهم؟ وهل سيلتفت لهم المسؤولون الذين أهملوا محمد لتكون كل ذكرياتهم في هذه المأساة مجرد لعبة كرة قدم وابتسامة أطفال؟ سننتظر. حياتنا الله المستعان. ما عشان دي أكثر ما نقول لك.